ازيكم يا مواليد برج الأسد؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الأسد النهاردة. توقعات يوم الأحد الموافق 12 مارس 12 أذار 12/3/2023. هتبتدي تتفاجأ يوم الأحد بأحداث ممكن يكون ليها تأثير كبير جدا على حياتك، خاصة حياتك العاطفية. هتبتدي تتسبب ليك تجارب تعتبر مختلفة من نوعها في إنك تحزن في اليوم ده. هيبقى فيه حنين شوية لماضيك. بشكل عام ليك اليوم هتبتدي تستمتع بحماية كبيرة جدا من القدر اللي بيبقى بيلعب دور كبير جدا لصفك. هتبقى فيه شوية لحظات ممكن تعتبر عصبية، في شوية حوادث، في شوية مواقف تعتبر معقدة غير التانية هتبقى بتفيدك لو عملت فيها محادثة مع طفل أو شاب ليك في اليوم ده. يوم الأحد هيجيب ليك إمكانيات حلوة اجتماعيا مع كل معارفك اللي مش متوقعين بالنسبة ليك. النهاردة هيجيب شوية مهمات تعتبر مهمة جدا وعاجلة، لازم تكملها في أسرع وقت ممكن. هتبقى في حاجة أكتر إننا نعرف نتواصل مع الشباب أو حتى مع الأطفال اللي بيعتبروا قريبين مننا أو حتى من أسرتنا. هينهي اليوم ده بشكل شائق شوية في حياتنا، في شوية التزامات، في شوية علاقات، في شوية خطط. لكل ده لازم نبقى مهتمين بيه بشكل كويس. بالنسبة ليوم الأحد يعتبر يوم صعب لأن الأحداث اللي هتبتدي تحصل فيه والخطط اللي بنبقى بنخطط ليها هتتطور ببطء شديد، وده هيبقى بيختبر صبرنا بشكل كبير جدا. بيطلب مننا اليوم اننا نبقى بننتظر بطريقة جديدة، علشان نبص للمشاكل بطريقة مختلفة حتى لو نشأت في الوقت اللي جاي. مش تعقيد مننا ولا تلخبط في قراراتنا، لا بالعكس، علشان نتريث شوية في كل أفعالنا اللي ممكن تبقى متسرعة. هيبقى اليوم ده في انتظار شوية، هيبقى كل حاجة مختلفة عن قبل كده، في تجاهل للأشخاص اللي بيبقوا مش بيحبوك في اليوم ده. حاول تتجنب انك تتقابل معاهم او حتى تتكلم معاهم. اليوم هيبقى حلو جدا، هيجيب ليك شوية هدوء، شوية سلام مهمين جدا ليك ولنفسك في الداخل وفي الخارج، لكن هتهتم بداخلك اكتر في اليوم ده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.